لكل شخص بيدور على منحة العمر، المنحة الممولة بالكامل، وكمان هتحصل على دعم طول حياتك بالمال وغيرها كتير جدا. اهلا بكم للتعرف على منحة رايز. وفي الفيديو ده مش هنتعرف على منحة رايز بس، لا، هنعرف تريكات وتفاصيل القبول فيها وفي اي منحة وتريكات غيرها كتير جدا، وكمان اشخاص هيساعدونا مجانا في الحصول على اي منحة ومعلومات غيرها كتير برضو. فلو انت مهتم كمل الفيديو معانا للاخر. معكم عبد الرحمن إبراهيم، والقناة دي بتقدم مجموعات وكوميونيتيز على الواتس بتساعدنا مجانا في الحصول على أي فرصة في العالم من منح وبرامج وكورسات وكامبات ومسابقات وغيرها كتير جدا، بالإضافة إلى مجموعات وكوميونيتيز لتعلم أي مهارة من برمجة وتسويق أو مونتاج أو ذكاء اصطناعي ولغات وغيرها كتير جدا. فلو انت مهتم اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار عن اي حاجة يكتبولي في التعليقات. المهم خلينا في موضوعنا وهو منحة رايز. اولا كده ايه هي دي منحة رايز اصلا؟ بص يا سيدي، بدون مبالغة دي اسمها منحة العمر، ولو مش مصدق هسيب لك فيديوهات بتشرح المنحة دي وهتعرفك تفصيلا اللي اسمها منحة العمر. بس خلينا في موضوعنا، وانا هقولك اختصارا ليه اسمها منحة العمر. علشان انت او انت بتحصل على دعم مدى الحياة من فلوس او خبرة. بص، كل اللي هتحتاجه هتحصل عليه ايا كان، حتى لو عندك 100 سنة. طالما اتقبلت في المنحة دي وعندك فكرة مشروع او فكرة لحل اي مشكلة، هم هيدولك دعم على طول ايا كان هو ايه. جميل جميل جدا. طبعا خلينا اصدمك كده الاول بسؤال، انت عندك كام سنة؟ او انت برضو فكر قبل ما تجاوب، لان رايز بتقبل الشباب ولاد او بنات من سن 15 سنة حتى 17 سنة. طب لو انت مش في السن ده، كبير يعني، مش عايزك تتضايق او تسيب الفيديو، عشان المعلومات اللي هتعرفها في الفيديو ده هتساعدك في القبول لأي منحة. فانت كده كده هتستفاد وهتكون خبرات ومعلومات عن المنح. ده لو انت مهتم اصلا بالمنح. اما بالنسبة لو انت صغير، عايزك تزغرط انك عرفتها بدري علشان تلحق تجهز الورق وتتعرف عليها اكتر. المهم انت ايا كان التخصص اللي انت عايز تدرسه في الجامعة، المنحة دي هتساعدك انك تحصل عليه. هتقولي ازاي؟ بص يا سيدي، انا عايزك شخص فاهم مش حافظ، علشان كده ركز معايا جدا في اللي هقولهولك ده دلوقتي. اي منحة انت هتاخدها في الثانوي، وخد بالك انا قلت في الثانوي مش بعد الثانوي عشان تفرق كتير جدا. المهم اي منحة هتاخدها في الثانوي، ان كانت بقى اي دبليو سي او رايز او اي ال اي، والناس اللي مهتمه باي ال اي في فيديو على القناه شارح كل حاجه عن اي ال اي ومعلومات وتريكات هتساعدك في القبول في اي ال اي بكل سهوله. هسيبه لكم في الوصف اول تعليق لو انت مهتم بالتقديم على اي ال اي. المهم كل المنح اللي انت بتاخدها في الثانوي دي بتسهل الطريق عليك انك تاخد منح لدراسه البكالوريوس في اي جامعه في العالم، وكمان في التخصص اللي انت عايزه. ففايدة المنح دي انها بتأسسك وبتخلي عندك الاساسيات اللي هتساعدك انك تحصل على منحة بكالوريوس لأي جامعة في العالم. فما تجيش تقولي انا مثلا نفسي ادرس طب، اقدم على منحة ايه اللي ايه مثلا، يعني هقولك قول بس يا رب اتقبل، فقدم يا باشا من غير ما تفكر. احنا كده خلصنا النقطة دي. بص يا سيدي، كده ناقص نقطتين معانا في الحلقة دي. اول حاجة، اعمل ايه خليني مختلف عن كل اللي بيقدموا معايا في منحة رايز واتقبل بكل سهولة. وتاني حاجة، ودي نقطة مهمة جدا ومن غيرها للأسف مش هتعرف تتقبل في منحة رايز، وهنعرفها في وقتها. المهم خلينا نجاوب على أول سؤال معانا، وهو أعمل إيه يخليني مختلف عن كل اللي بيقدموا معايا في المنحة واتقبل بسهولة. بص يا سيدي، خليني افرحك واقولك ان من قبيل الصدفة ومن حظك ان في تريكات بتزود فرص قبولك في اي منحة. فانا النهاردة هقولك على 4 نصائح وتريكات هتزود فرص قبولك في اي منحة، والحاجات دي هي اللي هتخليك تتقبل في اي منحة، بس لو انت اهتميت بيهم وطورتهم عندك. المهم خلينا في ال4 نصائح، وخلينا اوضح نقطة مهمة جدا معلش قبل ما ابدأ وهثبتها لك بالدليل ليه مهمة. اقسم بالله النصائح اللي هقولك عليها النهارده دي تمنها فلوس كتيره جدا، وانا معرفتهاش بسهوله، ووالله انا مش بمن عليك، المنه لله وحده عليا انه ارشدني للنصائح دي قبلك، وانت حقك عليا اني اعرفها لك. وانا بقول كده علشان الناس اللي بتقعد تقول الحاجات المجانيه ما بتبقاش صح ومفيش حد هيديلك معلومات مجانا. هو للاسف فعلا الكلام ده صح، بس مش معنى كده ان كل الناس كده. اي مكان فيه الحلو والوحش، وانت ربنا ادالك عقل عشان تفكر وتميز الصح من الغلط واللي بيضحك عليك من اللي عايز مصلحتك. وكمان الدليل ان انا مش بضحك عليك،
ان انت مش هتلاقي المعلومات دي على اليوتيوب كتير، قليل جدا لو لقيت حد بيقولك المعلومات دي. فانا مش بقولك اسمعني ولا اسمع ده، انت حر وليك عقل تفكر بيه. معلش خرجت حضراتكم بره الموضوع، بس دي نقطه كان لازم لها الشرح والتوضيح. المهم بالنسبه لاول نصيحه معانا وهي درجاتك في المدرسه. هتقولي مش معنى درجاتي في المدرسه او الكليه مهمه. انا هخليك انت اللي تجاوب على السؤال ده. هتقولي ازاي؟ ده انا اللي بسالك. استنى لحظه واحده وهتعرف ازاي. بص معلش جاوب على السؤال ده الاول كده. هو انت ايه السبب اللي مخليك عايز تاخد منحه وتسافر؟ هتقولي انت عبيط. اكيد علشان عايز ادرس واتعلم تعليم حلو. هقول لك بس اقف هنا بقى، دي الاجابه اللي انا كنت عايزها. وهل انت تعتقد ان الاداره بتاعه المنحه اللي انت هتقدم عليها ان كانت رايز او غيرها هيقبلوك لو درجاتك وحشه في المدرسه؟ هتقول لي ايوه عادي. تخيل نفسك كده مكان الشخص اللي بيختار الطلاب في المنح، ولو لقيت طالب جايب مثلا 95% وطالب كمان جايب 95.5% والاتنين مقدمين على نفس المنحه، انت هتختار مين؟ هتقول لي اكيد اللي جاب 95% ونص. ما هو انت قدامك واحد جايب 95% وواحد جايب 95% ونص. اكيد هتختار اللي جاب درجه اعلى. حتى لو جايب ربع درجه عاليه اكيد هتختار. شفت انت قلت ايه؟ ده اللي انا كنت عايز اوصل له. وكمان هم بيفكروا بالطريقه دي، وكمان في طريقه تانية هم بيفكروا بيها. عايزك تتخيل معايا بس تفكيرهم عامل ازاي. هم بيقولوا مثلا ده شخص درجاته وحشه في المدرسه وبينجح بالعافيه، فاكيد مش هيجي عندنا ودرجاته هتتعدل. وبعدين بيبقى في طلاب اصلا درجاتهم عاليه، فاكيد مش هيسيبهم وهيختارك انت. فحاول بقدر المستطاع تجيب درجات حلوه في المدرسه. وهنا هلاقي سؤال بيدور عند اغلب الطلاب، يعني انا لو درجاتي وحشه في المدرسه مش هقدر اخد منحه؟ ان شاء الله هجاوبك على السؤال ده مع اخر نقطتين، وانت هتفهم ليه ما جاوبتكش دلوقتي. بالنسبه لتاني حاجه معانا وهي التطوع، الفولنتيرين. حاول تتطوع في اي جمعيه او من البيت، وهقولك ازاي دلوقتي. طب هتقولي ليه لازم تتطوع؟ لانك لازم يكون معاك اي شهاده تطوع، لان التطوع بيثبت انك شخص قائد وبتحاول تساعد الناس ومجتمعك. وده بالنسبه لاصحاب المنح، وانت بتقدم على المنح شرط اساسي للقبول في اي منحه. فبدون شهادات التطوع انت مش هتعرف تتقبل في المنح. وانت اكيد في سؤال بيدور في دماغك دلوقتي، ازاي اتطوع واتطوع فين؟ وكمان لو مش فاضي اتطوع اعمل ايه؟ خلينا نجاوب على اول سؤال وهو اتطوع فين وازاي. اسهل حاجه انك تروح لاي جمعيه خيريه وتقول لهم عايز اعمل استماره تطوع، وهيعملوها لك وهتتطوع معاهم بكل سهوله عادي. اساسي ليك تنزل 4 ايام في الشهر، فلو انت عندك المقدره تنزل زياده عن كده انزل عادي، او كلها نقط بتتعمل في حسابك. وانت ليك 4 ايام في الشهر وبتاخد شهاده التطوع بعد 6 شهور من التطوع. هتقول لي جمعيات زي ايه؟ عندك زي رساله او صناع الحياه او مرسال، اي جمعيه اقرب لك منهم انزل قول لهم عايز اتطوع معاك وعايز اعمل استماره تطوع، هيعملوها لك وهتتطوع معاهم على طول. بالنسبه لتاني سؤال، لو مش فاضي اتطوع اعمل ايه؟ في حاجه اسمها التطوع مع كوميونيتيز على الواتس. في فيديو انا عامله على القناه هيعرفك كل حاجه عن التطوع من البيت، هسيبه لكم في الوصف واول تعليق، شوفوه هيفيدكم جدا. وهوريك حاجه دلوقتي هتثبت لك صحه كلامي. بص دي شهاده انا خدتها من كوميونيتي على الواتس اسمه سكيلز اريا، كنت متطوع معاهم في مجال الكونتنت رايتر. بالنسبه لك انت لو مش فاهم حاجه شوف الفيديو اللي في الوصف وهيفهمك كل حاجه عن التطوع من البيت. بالنسبه لتالت ورابع نصيحه معانا وهي الانجليزي وامبروف يور سيلف. وبرده من اهم الحاجات اللي بتزود فرص قبولك في المنح انك تطور اللغه الانجليزيه عندك وتطور من نفسك على طول، لانهم عايزين يشوفوك شخص واثق من نفسه بتسعى انك تتطور يوم بعد يوم. واكيد وانت او انتي في الانترفيو بيبان الشخص المثقف من العادي، فتقريبا بدون مبالغه الانترفيو بيثبت لهم كل حاجه عنك انت كاتبها في الابليكيشن. وهنا في نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، وهي الصدق بقدر المستطاع في الابليكيشن. لازم تفكر في الأسئلة قبل ما تكتبها وتكون فعلا حاجات حصلت في حياتك، لأن كل حرف انت بتكتبه بتتسأل عليه في الانترفيو، ومن طريقة كلامك واجابتك على السؤال بيبان ان انت بتتكلم جد ولا بتحور عليهم. فخد بالك من النقطة دي كويس جدا. بص هو طبعا في تريكات تانية كتير، بس مش عايز مدة الفيديو تطول عن كده، هشرحها في فيديوهات تانية ان شاء الله. وطبعا هسيب لحضراتكم لينك التقديم على رايس في الوصف، وكمان هسيب لحضراتكم لينكات باقي صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعونا هناك عشان بينزل فرص ونصايح كتيرة جدا. واخيرا وليس اخيرا، اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبه لي في التعليقات، وشوف حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه واكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش من اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وسلام.